طلع علينا فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. لكن الطلة دي كانت غريبة شوية، لان احنا ما شفناهاش تقريبا في الموسم كله، مع كوارث التحكيم والفضايح التحكيمية في الدوري المصري والمشاكل الكبيرة جدا اللي للأسف كانت يعني على كل الأندية في الدوري المصري. حولهم الحكم نادر قمر الدولة، وده كان حكم مواجهة النادي الأهلي وفاركو للتحقيق. طب الراجل عمل ايه؟ الراجل بعد انتهاء مباراة الاهلي وفاركو يعني نزل هو كده واسرته، والراجل حب ياخد شوية صور تذكارية، وزي ما تقول نده لامام عاشور ان هو ياخد معاه صورة، او الاولاد، او ممكن ابنه بيحب امام عاشور ولا حاجة، فاخد بعض الصور التذكارية. وبالتالي نادر قمر الدولة الان في موقف محرج وموقف غريب في ان هو متحول للتحقيق. سيبنا فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكم ساب كل اللي بيحصل في كرة القدم المصرية من كوارث ومن يعني فضايح تحكيمية علنية. اخرها كان في مواجهة سموحة وبيراميدز، الهدف اللي هو فاول كان لنادي بيراميدز، وايضا شكوك كبيرة جدا عن الهاني سليمان والطرد اللي خده، وبعد كده المباراة وقفت والكلام ده كله. ليه ان هو يترك كل هذه الامور ويتكلم مع حكم بمجرد ان هو بياخد صورة تذكارية سواء مع لاعب او نزل باسرته في الملعب؟ حاجة غريبة جدا من يعني فيتور بريرا، اللي تقريبا يعني يمكن يوحشنا الفترة اللي جاية.